يا سلام على الاتحاد إذا فاز. ألف مبروك للاتحاد ولكل الاتحادين تحقيق الثلاث نقاط قدام الاتفاق، وهارد لك للاتفاق ولكل محبي فارس الدهنة. زي ما قلت في السنابات اليوم الصباح لما قلت أشياء كثيرة في الاتحاد مبهجة وتعطي انطباع إيجابي كبير جدا، وتساهم أن أي اتحادي يكون متفائل بالعمل الكبير اللي موجود في نادي الاتحاد. أتكلم طبعا عن العمل الفني، برضو العمل الإداري مميز في الاتحاد، ولكن العمل الكبير من هذا المدرب نونو سانتو، وتكلمت عن هذا المدرب في جزئيات بسيطة واليوم شفناها واقع في أرض الملعب. التكنيك العالي لبعض اللاعبين، وأهم اللاعبين اللي أسعدني على المستوى الشخصي أني أنا أشوفه في ارتفاع إيجابي جدا، هارون كمارا في الاستلام، في التسليم، في التمركز وطلب الكورة. أشياء كثيرة كانت من كمارا 10/10. بالإضافة للتنظيم الدفاعي، وبرضو اللي تكلمت عنه اليوم في الصباح، قلت أشياء مميزة جدا في العمل الفني في الاتحاد، ومن أهمها التنظيم الدفاعي. واليوم برضو يتكرر نفس التنظيم ونفس التميز في خط الدفاع، وبلا شك كل اللاعبين كانوا مميزين، سواء اللاعبين الأساسيين أو حتى اللاعبين البدلاء. ولكن خط الدفاع من مباراة إلى أخرى يعطينا انطباع كبير وانطباع إيجابي أن العمل هذا حيستمر بشكل أفضل. وبتكلم بالتحديد عن أحمد حجازي، بلا شك أنه أحمد شراحيلي مميز، حتى البدلاء على مستوى عمر هوساوي برضو مميز ويقوم بأدوار كبيرة متى ما أوكلت له المهمة. ولكن في الهدف الأول أنا لمحت أشياء مميزة من أحمد حجازي وفي كل مباراة، ولكن في الهدف الأول اللي قدام الاتفاق نبي نشوف مع بعض كيف كان تحرك أحمد حجازي. بداية الهجمة شوفوا أحمد حجازي في التحرك داخل الصندوق، هنا حدس عالي عند اللاعب، توقع أن الكورة حترتد، أخذ 3 خطوات، خطوتين للخلف واستقبل الكورة ودخلها داخل الصندوق مرة ثانية. في الغالب في هذا المكان اللي وقف فيه أحمد حجازي، أو بلا صح اللي رجع فيه، يكونون لاعبين المحاور وهم الساتر الدفاعي في مثل هذه الحالات الهجومية. أحمد حجازي واحد من أذكى اللاعبين، ولو أي مدافع آخر سواء لاعب محلي أو أجنبي ترى بيدخل داخل الستة وبيشارك في الهجمة ويقول لك أنا واحد من أطول اللاعبين، واحتمال أني أنا أضرب هد وأسجل هدف. وحصلت من أحمد حجازي في أكثر من كورة ثابتة وشارك وسجل. لكن هنا تبين قيمة اللاعب الفنية. شوفوا كيف صراحة استوقفتني كثير جدا من هذا اللاعب. ومن الأشياء المميزة اللي تبهج وتسعد الاتحادي استمرار الفوز، 4 مباريات على التوالي والفريق يحقق العلامة الكاملة، و4 مباريات على التوالي والفريق ما استقبل أي هدف. وتكلمت في الدفاع والقيمة الفنية وتفوق المدافعين والعمل الفني الكبير، وقلت الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع هو أهم الأسلحة لأي فريق إذا كان يبغى يحقق بطولة، وبالتحديد بطولة كبيرة مثل بطولة الدوري. وقروهي وما أدراك ما قروهي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلوا على رسول الله. بالمناسبة ما شاء الله تبارك الله على هذا اللاعب، واحد من أعظم اللاعبين الحراس اللي مروا على تاريخ الكرة السعودية. ما أبغى أطول كثير في موضوع مباراة الاتحاد والاتفاق، ولكن أمام الاتحادين الآن مباراة جاية قدام الرايد طبعا بيلعب اليوم الجمعة مع الوحدة في مكة المكرمة، وبتكلم عن مباراة الوحدة والرايد. ولكن الاتحادين يجب تحقيق ال3 نقاط الجاية. المباراة في ملعب الجوهرة، وبعدها 3 نقاط مهمة في الشرقية قدام الخليج. 6 نقاط مهمة جدا قبل مواجهة المنافس على المراكز المتقدمة النصر في ملعب الجوهرة. وبإذن الله تعالى 6 نقاط ومن ثم 3 نقاط، ويكمل الاتحاد 9 نقاط، ويستمر حصد النقاط إلى آخر المشوار. تعلموا أكيد أن الاتحادين تعلموا من الدروس والعبر اللي صارت الموسم الماضي، لكن بإذن الله الثالثة ثابتة بإذن الله تعالى. منافسة قبل موسمين والموسم الماضي، وهذا الموسم بإذن الله بطولة الدوري. اليوم نستكمل